السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا مرة أخرى في فيديو جديد وقضية جديدة. قضيتنا اليوم مأساوية، غادي نتكلموا فيها على واحد الشابة اللي تقتلات من طرف شخص ما كتعرفوش وما كتجمع به حتى شي علاقة. لكن قبل ما نبداو قضيتنا وقصتنا غادي نسولكم سؤال: اشنو غادي تكون ردة الفعل ديالك الا كنتي كتهضر مع اختك في التليفون، فجأة كتسمع الغوات ديالها وكتسمع التليفون طاح وما كتبقى تعرف اشنو واقع ليها، وهاد اختك بينك وبينها آلاف الكيلومترات اللي بغيتي توصل عندها. الا بغيتو تعرفوا شنو وقع الآية خليكم معايا في الفيديو حتى الاخر. غادي نمشيو نبداو القصه ديالنا من عند واحد الاسره اللي كتكون من اب وام وربعه ديال البنات. اب فلسطيني وكان كيعيش في الصين حيت الاعمال ديالو كانت كامله تما، وام فلسطينيه وكانت كتعيش في فلسطين هي وبنياتها. واي بنت فيهم كملات التعليم الثانوي ديالها كتلتحق بالاب في الصين باش كتكمل التعليم الجامعي ديالها. واول بنت غاديه تلتحق بالام هي آية. من بعد غادي يتبعوها خواتاتها بجوج حتى هما غادي يبغيو يكملوا التعليم الجامعي ديالهم في الصين. لكن خواتاتها بجوج كانوا كيعيشوا في مدينه اخرى ماشي في نفس المدينه اللي فيها الاب. وآية كانت كتعيش مع باباها حيت الجامعه اللي اختارت كانت في نفس المدينه. المهم آية هي موضوع الحلقه ديال اليوم. هاد آية كانت بنت ظريفه بزاف وزوينه بزاف، وكانت كل شيء كيشهد ليها بالاخلاق الحسنه ديالها، مجتهده في قرايتها، محترمه راسها وداخله سوق جواها. كانت كتكلم بزاف ديال اللغات وكانت كتقول اللغه الانجليزيه والصينيه، لدرجه ان الصينيين كانوا كيتعجبوا فيها واش هي فلسطينيه ولا صينيه. واي مسابقه دارت في الجامعه كانت آية كتجي من الاوائل ديال ديك المسابقه. واحد النهار آية غاديه تفوز بواحد المنحه من طرف الجامعه. هاد المنحه فيها 10 شهور ديال القرايه في جامعه اخرى في دوله اخرى، وعطاوها جوج ديال الاختيارات: اما تختار جامعه في الولايات المتحده الامريكيه ولا تختار جامعه في استراليا. آية من بعد ما تشاورات مع باباها وماماها غاديه تختار استراليا لانها دوله فيها الامن ودوله صغيره وما فيهاش بزاف ديال الناس. بالفعل آية غاديه تلتحق بالجامعه وغاديه تمشي وغاديه دير صحابات جداد وغاديه دير بلاصتها تاني تما بحال ديما، حيت هي كانت ظريفه وفين ما مشات كتخلي بلاصتها زوينه وكدير بلاصتها وسط الناس. وبما انها كانت كتقن اللغه الانجليزيه فكانت كتساعد بزاف ديال الناس اللي ما كيتقنوش هاد اللغه. دارت صحابات من بزاف الدول ومن ثقافات مختلفه، وكانت حياتها مزيانه وكانت كتسكن في واحد الحي اللي تابع للجامعه، ماشي في الجامعه ولكن هو تابع للجامعه. واحد النهار في 2019 في شهر واحد آية وصحاباتها غادي يقرروا انهم يخرجوا شويه ويمشيوا ويشوفوا شي فيلم. بالفعل غادي يتلاقاو في العشيه من بعد ما كملوا قرايتهم، يعني الصباح ديال آية داز عادي بحال كاع الايام، وغادي يتلاقى مع صحاباتها في العشيه باش يمشيو يتفرجوا ويخرجوا ياكلوا شي حاجه برا، وديك الساعه كل وحده تمشي في حالها. بالفعل داكشي اللي وقع، تلاقاو ومشاو تفرجوا في فيلم كوميدي وخرجوا دازوا لواحد المول قريب تما للسينما وكلاو شي حاجه خفيفه وداروا دويره، وكل وحده مشات في حالتها تقريبا مع 10 ديال الليل. وآية باش توصل للبلاصه اللي هي ساكنه فيها خاصها تركب في جوج ديال لي طرام. ركبات في الطرام الاول ونزلات وغاديه تاخذ الطرام الثاني باش تكمل الطريق ديالها للبلاصه اللي كتسكن فيها. من طلعت للطرام الثاني غاديه تتصل بختها اللي زايده عليها اللي من وراها في الزياده، وهاد اختها كان عندها معاها علاقه وطيده بزاف، يعني ما يمكنش يفوت شي نهار وآية ما تهضرش معاها فيه. غادي يبقاو مجمعين حتى غادي يوصل الطرام وآية غاديه تهبط. من بعد الاخت ديال آية غاديه تسمعها قالت شي كلمه خايبه لشي حد، وآية ماشي من طبيعها هكا تعاير. من بعد الاخت غاديه تبقى تسمع آية كتغوت وغاديه تسمع التليفون طاح في الارض، ومن بعد غادي ينقطع الصوت ديال آية وما غادياش تبقى تسمعوا كاع الخط ديالها. هنا الاخت شطنات وما بقات عارفه ما دير، لانها بينها وبين اختها آلاف الكيلومترات لا بغات توصل عندها. الحاجه الوحيده اللي غاديه تفكر فيها هاد الاخت وغاديه ديرها هي انها غاديه تتصل بصحابات آية اللي كانت معاهم، حيت هي كما قلت لكم آية ديما على اتصال مع اختها، يعني عارفاها فين كانت ومع من كانت.
بالفعل غادي يتصل بصحابات آية اللي كانوا معاها، لكن حتى وحده ما غادي تعطيها شي خبر، حيت كلهم بعاد وما يمكنش ليهم يعاودوا يديبلاصاو حتى البلاصه اللي فيها آية باش يعرفوا شنو واقع. وكاينه اللي ما جاوباتش كاع على التليفون. المهم الاخت بقات مشوشه، داكشي علاش غادي يتصل بالاب ديالها وغادي تعاود ليه كلشي، وغادي تقول ليه بان آية كانت كتهضر معاه في التليفون عادي، حتى شويه سمعات الغوات وما عرفاتش شنو كاين. هنا الاب غادي يحاول يهدئ البنت ديالو، وغادي يقول لها يمكن شي حد شفر ليها التليفون وصافي، راه الصباح غادي تكون شي خبر مزيانه ان شاء الله. واخا هكاك الخت ما قدرتش تنعس هذيك الليله، وبقى الصوت ديال اختها في ودنيها وهي كتغوت، وكتقول باقي اليومنا هذا كتسمع هذاك الصوت ديال اختها وهي كتغوت. المهم الغد لي في الصباح الشرطه الاستراليه غادي يجيها واحد اتصال هاتفي من عند واحد عامل ديال النظافه، وغادي يقول لهم انه في واحد الغابه قريبه لقى جثه ديال واحد البنت اللي في العمر ديالها تقريبا 24 سنه، مليوحه عريانه. الشرطه الاستراليه غادي تنتقل لعين المكان ديك الساعه، وبالفعل غادي يلقاو الجثه ديال البنت وحوايجها كلهم مليوحين حداها، السبرديله ديالها وحتى لاكارت ناسيونال ديالها مريوحه تما. وغادي يتعرفوا عليها وغادي يعرفوا بان سميتها آية، وغادي يعرفوا الاب ديالها شكون هو، وغادي يتصلوا به ديك الساعه. وهنا الخبر غادي ينزل على الاسره بحال شي صاعقه، غادي يخبروهم بان بنتهم ماتت مقتوله في واحد الغابه. بطبيعه الحال الاب والخط ديال آية غادي ينتقلوا لعين المكان، وغادي يوصلوا من بعد ساعات طويله ديال السفر، لان كما كتعرفوا ما بين الصين واستراليا ساعات طويله ديال السفر. وصل الاب وغادي يبداو التحقيقات معاه، وغادي يبداو الشرطه الاستراليه يطرحوا عليه بزاف ديال الاسئله، مع من كتكون آية وفين وشكون صحاباتها وشكون وشكون وشكون. وهنا هادشي كامل غادي يتجاوب عليه خت آية، حيت كانت هي كتعرف التفاصيل كامله ديال اختها وشنو كدير اختها في النهار ديالها. غادي تقول لهم بان آية ديك العشيه كانت مشات هي وصحاباتها للبلاصه الفلانيه باش يشوفوا فيلم، وغادي يدوزوا للمول وغادي يرجعوا للدار في حالاتهم. هنا الشرطه الاستراليه غادي تستدعي كاع صحابات آية باش يقولوا لهم فين كانوا منين جاوا منين مشاو. وكما كتعرفوا بان استراليا كامله كاميرات، داكشي علاش غادي يسولوا صحاباتها فين كانوا باش يعرفوا الكاميرات اللي يراقبوهم باش يعرفوا شكون المجرم. غادي يمشيو الشرطه الاستراليه البلاصه اللي كانت منها آية، وبالفعل غادي تبان لهم آية نزلات من الطرام الاول بخير وعلى خير، وحتى نزله من الطرام الثاني كانت بخير وعلى خير. لكن غادي يلاحظوا واحد الشخص اللي داير كاسكيطه ولابس تيشيرت نص كم تابعها. من بعد نفس هذاك الشخص غادي يشوفوه في كاميرا اخرى غادي كيجري وداير الساكادو ديال آية على كتفه. وهنا غادي يحاولوا يشوفوا الملامح ديالو، لكن ما يمكنش ليه يبان مزيان حيت كان بعيد من الكاميرات. هنا غادي يديروا ليه رسم تقريبي، وهذا الرسم التقريبي غادي يفرقوا على الشرطه الاستراليه كامله باش يلقاوه. وبالفعل غادي يلقيو عليه القبض، وغادي يلقاوه واحد الشاب كيعيش غير في الزنقه سميتو كادي. هاد الشاب كيقول بان الاصول ديالو المانيه، واخا هو الصفه ديالو الا شفتوه كيبان على انه من اصول هنديه ولا باكستانيه، يمكن شي واحد في الجذور ديالو اصله باكستاني ولا هندي. هاد كادي غادي يعترف لهم بكل شيء، وغادي يقول لهم بانه ما كتربطوا حتى شي علاقه بآية، هو غير كيتبعها من شحال هادي وكتعجبو بزاف لدرجه انه كيدخل الجامعه على قبلها واخا ما كيقراش تما غير باش يشوفها. وغادي يقول لهم بانه كان تابعها هذيك الليله من الصباح، وبقى تابعها وجا تقرب منها بغى يهضر معها، لكن آية عيراتو، ومني عيراتو ما تقبلش الوضع. وشويه غادي يقول لهم بانه من بعد هذا الشيء، من بعد ما عيراتو آية ما بقى عاقل على حتى شي حاجه دارها. لكن الشرطه غادي يلقاو معاه واحد الحديده كبيره، يعني السيد كان جاي موجد راسو باش يقتل، ما يمكنش يكون هاز معاه هذيك الحديده الكبيره غير هكاك ولا غير صدفه. وغادي يلقاو حدا الجثه واحد البريكي اللي طويله، بريكي اللي كتكون في الدار ماشي بريكي ديال الجيب اللي كتهز، يعني هذا الشخص كان معول يدير داكشي اللي باغي يدير.
لكن هو غادي ينفي لهم كل شيء، وغادي يقول لهم بانه كيعاني من اضطرابات نفسيه بحكم انه كان الام والاب ديالو منفصلين، وكان كيعيش مع الام ديالو اللي كانت مدمنه على المخدرات والدعاره، وكانت كتاجر في المخدرات، وكانت كتعنفو بزاف. داكشي علاش وقيله عنده عقده من النساء. لكن هادشي كامل ما كيدخلش العقل. شخص هاز معاه حديده وهاز بريكي هكاك، يعني عارف اش كيدير وعارف عليا شناوي. قال لهم انا ما بقيت عاقل على حتى شي حاجه، لكن الشرطه ديال التشريح غادي تجي التقرير ديالها ان ايه تعرضات للاغتصاب قبل ما تموت، وتعرضات لبزاف ديال الكيات بديك البريكي في الحمهك كامل، وتعرضات للعنف قبل ما تموت، والضربات بحديده اللي كانت هي سبب الوفاه ديالها. هادشي كامل نفاه المجرم. واخا المحامي ديال ايه كان كيحاول يقول لهم بان هادشي راه ما يمكنش يكون غير صدفه، هذيك الحديده ما يمكنش يكون لقاها غير صدفه، وهذيك البريكي حتى هي ما يمكنش يكون لقاها غير صدفه لما كانش جايبها معاه. لكن القاضي ما تصنتش للمحامي، وحكم على هذا المجرم غير ب35 سنه ديال الحبس. سالات قصتنا وحكايتنا اليوم، وهذا كان المصير ديال ايه مسكينه بنت زوينه تضيع بهذه الطريقه. ما يمكنش. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديالي ما تبخلوش عليا بواحد اللايك واشتراك الى عجباتكم القناه بطبيعه الحال، فضلا وليس امرا. خليت لكم الراحه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.